اخبار فلوسكم اخبار. يعني هاد الصدق اللي عند هذا السيد، وهاد يعني وهاد الرجوله اللي عند هذا السيد عاد خرجها الكهنوت لانه سلفي، لان الصحيفه سلفيه. لما يكون الشخص عنده اللحيه سلفيه يتكلم على فايد اخبار فلوسكم. ديالي رحمه الله عليه مزوج بالاخت ديال الاستاذ فايد. وانا كنصح الناس ياخذوا الكبسولات. الناس كيقول لك تتبيع بروبوليس، سبحان الله. يعني الكذب الناس لا سكني كان في الطابق الارضي، يعني في السفلي. ما كيدخل حتى شي واحد، لكن بحكم العلاقه القريبه بيناتنا دخلت، والحمد لله اني دخلت. من قبل ما عمر شي واحد سمع مني هذا الكلام، اقسم بالله الا عمر شي واحد سمع مني هذا الكلام خليته في نفسي، لان اللي بغيتي اسرار وعدم فضح الناس. يعني هذا من خصال. ليس هناك رقيه، ليس هناك جن داخل الجسم، ليس هناك جن داخل الجسم. انت اللي دخلتيه، انت اللي كتفكر في الجن. ليس هناك جن داخل الدرجه انك يعني تكلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعي المثالية وتدعي العلم. فأين العلم؟ في صلب بيتك، في عقر دارك. شروط سلامة الصحية غير متوفرة على الإطلاق. ابن أختي واحد الإناء اللي كدوب فيه البروبوليس يفتقر إلى شروط سلامة الصحية. البرامل اللي مخزن فيهم العسل يعني حالتهم، أقسم بالذي لا رب سوى ما نزيد كلمة. ومن بين الإخوان اللي تكلمت معاهم في هذا الموضوع قبل ما ندير هذا المقطع قال لي يعني ما نسمحش لك تزيد شي حاجة. وهذا اللي كيقول لي هذا الكلام ما نجبدش الاسم ديالو، ربما يقول ما نبغيش، اللي انت جبدتيه بالسوق وصاحبك وكلشي جبدتيه بالسوق. ملي تكلمت في هذا الموضوع قال لي الله يجزيك بخير تحرر الصدق. قلت له مرحبا والف مرحبا. علاش ما تكلمش من قبل؟ علاش دابا عاد خرج؟ علاش بغاو يردوه راجل؟ علاش ما تكلموش من قبل؟ لماذا الان؟ لماذا بقاو ساكتين؟ علاش ما تكلموش من قبل؟ لماذا؟ يعني ظروف السلامة الصحية وشروط اللي خصها تكون متوفرة وانت كتعدل هذيك الخلطات السحرية كانت منعدمة على الإطلاق. وبت عندك الليلة كاملة وقع اللي وقع. هاد اللي وقع كتعرفها انت وانا، ما غنجبدهاش. مسألة أخرى اللي استغربت ليها، جرادة طلعت تتكلم. هذا راجل لا شيء، هذا لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء، ولكن عظموه ابن أختك. يا سيدي ماشي ابن أختي، واش أنا كنكذب على الناس؟ سبحان الله، أنا ننكر ابن أختي يا سيدي. صيفت عليها وكليتي الخبز ديال الزنقة. أقسم بالذي لا رب سواه حتى كليتي الماكلة ديال الزنقة. طول، أنا لا أكذب على الناس ولا زلت أقول لا أكذب على الناس، وبالصدق غادي نقتلكم، غادي نهلككم، غادي نمحنكم بالصدق. معنى أنا لا أكذب. ما هبطتيش عن أمي فاطمة، الله يطول في عمرها. أمي فاطمة يعني هي مرت الوليد اللي هي الأخت ديالو. لا ما هبطتيش عند المسلم، إلا ما هبطتيش كليتي تما، يعني جميع أوقاتك كنتي كتقضيها في المدينة، كنتي كتاكل الماكلة ديال الزنقة. وشهد شاهد من أهلها. الكهنوت يحتضر. إن نريد أن ننهي الشعوذة، نريد أن ننهي السلفية الوهابية في المغرب ولو ما هبطتيش عند أمي فاطمة، الله يطول في عمرها. أمي فاطمة يعني هي مرت الوليد اللي هي الأخت ديالو. لا ما هبطتيش عند المسلم، إلا ما هبطتيش كليتي تما، يعني جميع أوقاتك كنتي كتقضيها في المدينة، كنتي كتاكل الماكلة ديال الزنقة. يا اخوانا ليس انا اتصلت بابن اختي قلت له شي عندكم؟ قال لك اودي راه عندنا الزوجه بويا عنده الزوجه رقم 3 عنده معها. انا استغربت وطرحت علامة استفهام وخليتها بقلبي. ثم جاءت النقطة الأخرى، أنك شفتيني شوية أكتيف وقاري شوية وكذا. هادي قلتي لي باش تجي تخدم معايا في المركز اللي داير في تمارة، اللي ما كيعرفوش الناس انه ديالك. المركز اللي في تمارة
التي تدير إحدى الطالبات ديالك اللي كانوا معك في المعهد، كنظن سميتها إحسان، ربما سميتها إحسان من بحال هكا، ما علينا. تعمل ما تعمل، أنا قلت لكم عمري كله أنا أبغي نموت يعني. هل هناك شيء أكثر من الموت؟ ماذا يمكن أن يعملوا فيها؟ ماذا يمكن؟ أنا باغي نموت. السلفية الوهابية يجب أن تنتهي في المغرب.